كفايه لغايه كده يا جدي، كفايه كفايه عك بقى. يعني انا مش عارف مالك، انا مش عارف مالك يا جدي يا كراريرو. بقى في ايه؟ بقى في ايه في الفرقه؟ في ايه في الفرقه؟ تشكيل غلط وتاليفات، في حاجه غلط، في حاجه غلط. يعني انا قاعد هتجنن، قاعد هتجنن. ليه خالد عبد الفتاح يلعب باك شمال وانا عندي كريم الدبيس قاعد على الدكه؟ ليه يا جدعان؟ سؤال نفسي افهمه، ليه؟ الواد كريم الدبيس ما شاء الله اكبر عليه في الكام ماتش اللي فات مكسر الدنيا، فجاه تقعده وتلاعب خالد عبد الفتاح. والواد لما نزل كريم الدبيس قلب الدنيا. ماشي. نفسي اعرف برضو محمد هاني وطاهر الاثنين دول بيلعبوا في الاهلي ازاي؟ الاثنين دول بيلعبوا في الاهلي ازاي؟ انا مش عارفها، انا مش عارفها. يعني انت مقعد على الدكه كريم فؤاد وكريم الدبيس وامام عاشور، الثلاثه قاعدين على الدكه، التلاتة قاعدين على الدكة يا جدي. في ايه يا جدي؟ يعني النهارده ولا اداء ولا نتيجة ولا اي حاجة. هو احلى حاجة في الماتش هم حاجتين: ان الاهلي ان الماتش خلص، وان موديس جاب جون. جاب جون حلو، جاب جون حلو عالمي، استلامه كده ولف بوست وراح شايطها. ماشي. ولكن انا مش دي مشكلتي ان الفرقة ادائها زي الزفت، ان الفرقه ادائها النهارده وحش حرفيا. يعني في حاجه غلط، في حاجه غلط. سؤال برضو: ليه كريم نيدفيد يبدا المباراه؟ ليه؟ يعني دي مش فاهمها. واحد مريح من اول الموسم، واحد مريح من اول الموسم ما بيلعبش معانا اساسا، فجاه انت جبته نزلته. طب يا جدع احنا اساسا كريم نيدفيد ده انا مش طايقه، المفروض يرجع الفيوتشر تاني. يعني هو بيجي عندنا بيتصاب، سبحان الله سبحان الله يا اخي. ماشي. ولكن تقعد تبص على الفرص وعلى الجبهه اليمين والجبهه الشمال، مفيش يا جدع، مفيش. في حاجه غلط، في عقم هجومي كبير جدا وعقم دفاع، عقم كل حاجه. يعني ناحيه اليمين المفروض الجبهه اليمين تشتغل ما بين هاني وما بين طاهر، دي ضايعه خالص. الجبهه الشمال كان المفروض في بدايه الماتش تشتغل ما بين حسين الشحات وخالد عبد الفتاح. مفيش يا باشا، مفيش. ما هو خالد عبد الفتاح ده اساسا، خالد عبد الفتاح اساسا هو بيلعب باك يمين، فين وفين لما بتكون مزنوق قوي بتجيبه ناحيه الشمال، ده لو مزنوق. ولكن انت عندك كريم الدبيس قاعد بره، على الدكه. ليه ما نزلوش؟ انا دي مش فاهم. ماشي. كان عندنا في الشوط الاول في مشكله، كان في نص الملعب، كان لازم قالوا جانج ينزل. ماشي. انت بقى عندك مشكله حرفيا ان الاداء الفرقه كل مباراه من اسوأ لاسوأ، من سيء كل حاجه. احنا كل مره بنقل، الاداء الفرقه بيقل والنتيجه بتقل. مش هو ده كولر الاهلي. فاكر انت لما كنا بنقول كولر الاهلي حاجه جامده، كولر الاهلي حاجه مرعبه؟ دلوقتي لا يا باشا، دلوقتي مش عارفين نقول كده، لان في حاجه غلط في الفرقه، الفرقه مش شايفه قدامها. انا دي مش فاهمها. والتشكيل والتغييرات واللعيبه وهي خارجه بقت متنشنه، في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ يعني اللعيبه وهي خارجه اللي تلاقيه متنرفز واللي قالب وشه، عارفين ان ده في الكوره، بس مش في كل مره. مش كل مره نلاقي لعيب وهو خارج قالب وشه، مش كل مره وهو خارج اللعيب خارج قالب وشه ومعامل إيه؟ لا يا جدعان مش كده بقى. في حاجه في اوضه اللبس، واحنا لغايه دلوقتي لسه مش عارفينها، وهنعرفها. هنعرف ان في مشكله حرفيا، ان ده مش الاهلي، ما احنا عارفينه. هو من بعد خروج سيد عبد الحفيظ في حاجه غلط في الفرقه، يعني في حاجه غلط في الفرقه. من بعد خروج سيد عبد الحفيظ وجه كابتن خالد بيبو في حاجه غلط. ولكن انا قاعد مستغرب، مش هي دي فرقتي يا جدعان؟ هو حاجه تضايق، فوز يعني تعرف تكسب. مش فاهمها، انا مش فاهمها. ويا ريت الناس تقول لنا في التعليقات عشان خلاص الواحد تعب حرفيا، سلام يا برنس.